السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي عاملين ايه؟ يا رب نكون بخير. المحكمة تلزم منى زكي بدفع 3,630,000 جنيه. ليه وايه السبب؟ تعالوا مع بعض نعرف ايه اللي حصل. تفاصيل الخبر بتقول ان منى زكي باعت شقة في شارع سوريا في حي المهندسين سنة 2024 بمبلغ 5 مليون جنيه. الشقة دي كانت مرهونة لصالح بنك من البنوك من سنة 2004، وعليها مديونية أكتر من 4 مليون جنيه. لكن منى أخفت الكلام ده عن المشتري، وبعد ما باعت الشقة المشتري اتفاجئ ان بعد ما دفع الفلوس تمن الشقة ان في انذارات من البنك بتجيله بالحجز على الشقة، وان الشقة دي من ضمن شقق مرهونة لصالح احد البنوك من سنة 2004. قام برفع قضية بيتهم فيها منى زكي بإخفاء حقيقة الرهن العقاري، وإنها ما قالتلوش الحقيقة، وبكده سببت له خسائر مادية، وطالب في القضية بتعويض عن الخسائر ديت. المحكمة ألزمت منى زكي بإنها تسدد للمشتري مبلغ 3,630,000 جنيه كتعويض مالي، لأنها أخفت شرط من شروط العقد بينها وبين المشتري. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.